هو ده اللي 10 دقايق؟ ده نص ساعة ونبقى في الأردن. عليه ما عليه، بس هو يعني هذا هذا يابا انت شوف وين جايبك، شوف وين جايبك وركز معي. تعال قريت دعاء السفر 5 مرات في الطريق وانا جاي. شوف ما شاء الله، شفت هذا البي ام واللي وراه واللي جنبه حصل واللي جنبه حصل والفله هذه اللي شايله البي امات هذه كلها هدايا يا لهوي. واي احد يقدر يسجل فيها بلا شروط ولا قيود. صح؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك. اسود اوعى اسود. ما شاء الله تبارك. اول شيء تعال خلينا نشوف الفله. تخيلوا يا جماعه الخير، بالوار ما شاء الله تبارك الله مقدمين لكم هذه الفله، و5 أو 4 سيارات بي ام. انسحبت واحده الاسبوع الماضي، والباقي كل اسبوع تقريبا يتم السحب على واحده، واخر حاجه بيتم السحب على هذه الفله. ما شاء الله ما شاء الله. وعلى فكرة تجيك الفلة كذا بأثاثها مجهزة، تاخذ ملابسك بس وتجي. ويمكن هم بعد ما شاء الله تبارك الله بعدين بعدها يعني كذا ويقولون حتى ملابسك نجيبها لك من عندنا. طبعا الحين ما شاء الله تبارك الله هو الباكج هذا هو، ولكن قبل ما نروح للباكج نبي نعرف كيف الباكج يوصلكم. الباكج بيوصلك بهذا الشكل، في المنتج حق بلوار، وفي الهدية اللي بإذن الله تكون من نصيبك، اللي قلنا مع كل طلب هدية مضمونة، في هدية. الحين وش المنتج اللي مقدمينه بلوار؟ أمانة الريحة اللي داخل البيت والله مرة حلوة. الحمد لله. وسألتهم قلت لهم هل الريحة هذه نفسها؟ والله مرة حلوة، يعني ريحة البيت مرة حلوة. هذا جهاز، هذا حق جهاز اللي هو هذا جهاز طبعا هم بلوار ما شاء الله تبارك الله عندهم أجهزة كثير، عندهم جهاز كبير إذا تبغى، عندهم أجهزة أصغر، عندهم كذا، ولكن هو الباكج على هذا. لكن أنتم في فروعهم ما شاء الله أو في الموقع الإلكتروني بتلاقون جميع الأحجام والخيارات اللي تحتاجونها. الباكج على هذا الجهاز ويجي منه لونين على حسب ذوقك واختيارك، بتلاقيه موجود. هل يقدر هو يختار اللون اللي يبغاه؟ يقدر يختار أبيض أو تقدر تختار الأسود حسب الديكور اللي عنده. أيوة. طبعا هو يجي بهذه الطريقة، ويجي معاه الزيت العطري عشان شنو؟ عشان يعطر لك المكان اللي انت تبيه. طيب هذا الجهاز كيف يتم التحكم فيه؟ هذا الجهاز ذكي ومطور، التحكم فيه سهل عن طريق الجوال، ولا بستعرض معاكم كيف. يلا توكلنا على الله. طبعا هذا على فكرة تقدر تشبكه بس في الجوال. شوف على فكرة من هذه ما شاء الله من أجهزتهم اللي حق لما يكون التعطيرة والأجهزة. شوف هذا من تبعهم، عندهم أجهزة كثيرة، ولكن الباكج أو العرض بيكون على هذا الجهاز. هذا هو مشبوك، تخيل تشبكه على جوالك، من جوالك تتحكم فيه. طبعا الحين شبكنا عليه ما شاء الله، شبكنا على سبيل المثال مشغل أنا طول أيام الأسبوع. مدة التعطير يوميا من الساعة 12 الصباح، يعني مخلي تقريبا 24 ساعة. هنا مدة البخ 20 ثانية، هنا وقت الانتظار بين مثلا البخ الأولى والثانية، يعني يبخ 20 ثانية وبعد ال20 ثانية يوقف ينتظر دقيقتين مثلا مخليه دقيقتين أو دقيقة ونص على حسب اللي أنت الوقت اللي أنت تبغى. حتى الأيام أنت تقدر تخلي أيام معينة في الأسبوع أو كل أيام عشان توفر على نفسك. تبي طول الأسبوع، تبي يوم معين. كيف الناس نقول لهم يحملون التطبيق هذا؟ موجود الكيو ار، بس يصورون من وين؟ من وين؟ في نفس الباكج. طبعا هذا الحين الباكج اشوفه بالحيم. ايوه هذا الكيو ار، هذا الحين الباركود يجيك مع هذا الحين الباكج. نعم. وهذا مكوناته. هنا من هذا تحمل تطبيق وتبدا تتحكم في جهازك. الجهاز اللي بيجيك قلنا يا ابيض يا اسود، مع السلك حقه، مع الزيت العطري 7.
الباكج هذا كم يا عيوني؟ سعر الباكج قبل الخصم اكثر من 1100 ريال، الان باستخدام الكود 200. وش الكود؟ ريال. الكود R20. كود R20. بعد استخدام كود R20 تاخذ هذا الجهاز بكم؟ 249 ريال. 249 ريال. جهاز التعطير باللون اللي تبيه، ابيض او اسود، مع الزيت العطري، ومعاه فوقه مع كل طلب هديه. وداخل السحب على الفيلا واربع سيارات بشكل مؤكد على طول. ما شاء الله. وهم الفيلا والسيارات ترى بدون شروط ولا قيود، الكل يقدر يدخل موقع ويسجل في بياناته ويدخل في السحب عليهم. تبي تدخل موقع ده، تبي تزورهم في الفروع وتسجل، تراها بدون شروط ولا قيود. وهذه الهدايا مع كل طلب هدية، ما انت خسران. وصفقة حد بالواقع. أنا بسألك الحين، إيش يميز زيت العطري حقكم؟ خام 100% بدون تخفيف، لا بالكحول ولا بالماء. شو يعني الكلام ذا؟ ثبات، فوحان، انتشار، مدة بقاء الزيت، يعني بدل ما يخلص عليك في اسبوع في 10 ايام يستمر لاشهر طويلة. ما شاء الله. والاهم من هذا كله ان الاجهزة صنعت خصيصا البلوار وتناسب الجو عندنا في السعودية. ما شاء الله تبارك الله. وضمان سنتين. ضمان سنتين على الجهاز. ضمان سنتين على الجهاز. لو عطل، لو صار شيء، ابد تواصل معهم وخذ بداله دايركت فورا. مرتاح. ترى انا احفز الناس واقول لهم تعالوا لي واقعد لهذا. الله يبارك لكم في ما اعطيتوا ان شاء الله. هذه الفيلا ما شاء الله كم في غرفه؟ وهذا 3 ادوار. هذه الحين استعاره ما شاء الله. تعال كابتن، هذا انا ابشر مخافيهم، ترى انا غير مسؤول. الشيء اللي يمكن ياخذونه. امشي امشي امشي، خلص امشي. خلاص رجع الحاجه يلا يا. خلاص رجع الحاجه، خلاص فتحتوا له ده. بيت ما يقدروا يشيلونه، بيشيلونه على. يا هلا مرحبا. الله يخليك. رجع حبيبي، رجع هلا وسهلا. رجع. هذه الحين ما شاء الله 3 ادوار. تعال خلينا نطلع على الغرفه هذا. تعال تعال. ما شاء الله. الحين اللي بيكسب الفيلا هذه تجي مع الاجهزه هذه التعطير، كل شيء. يا سلام يا سلام يا سلام. لا ما شاء الله غرفه كبيره ما شاء الله. شوف ما شاء الله. هذه الماستر، هذه الغرفة الماستر، دورة مياه، كل الترتيبات ما شاء الله. الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ها جيم هنا ايش؟ هذه صالة. هذه صالة علوية. على فكرة اللي بيكسب الله يبارك، الله يبارك للمحتاج يا رب ويجعله من نصيبه. اللي بيكسب ترى بياخذ الفيلا بأثاثها. شنطتك وتعالى. اي شيء. هذا الأثاث نفسه، هذا نفسه حق اللي عنده عيال. بتيجي هنا بتلاقي غرفة لعيالك مع عيالك كذا. انت مكرش مثل ابو دحيم وحالتك حالة. لا علاقة. لا لا لا، انت عود من ابليس. انت الستر بس. حتى الجم حاطينه لك في وسط البيت. يلا امشي. يا رب تكون محضرة من نصيبنا دي. قلنا محتاج ان شاء الله. ليه حسسني ان انا عندي شاليهين هنا في الرياض؟ ما انا محتاج برضه، انا ما عنديش حاجه يعني. قول يا رب. اي بس في ناس ترى ما يملكون الا هذا، فان شاء الله ان شاء الله يا رب انها تكون من نصيب شخص واسره فعلا بحاجتها. وبعدين على فكره هذه الاشياء تحتاج توفيق، وعشان تتوفق تحتاج امور في حياتك كثيره تسويها، من ضمنها الصلاه، الحمد لله بالفضل، من ضمنها النوايا الطيبه، صفيه زي اللبن الحليب. غير كده ايه؟ انت ابعد عني انت بس وانا اموري طيبه. تفضل تفضل. الله يبارك لكم يا حبيبي ويوفقكم يا عمري، موفقين خير. ما شاء الله منزل مبارك ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله.
ما شاء الله. ها هنا يلا ابو ناصر يبغى جاي نتعشى احنا. يلا قم. واللي جنبه برضه قاعد يتعشى اهو. قوم يا بيه، قوم فضحتونا. قوم فضحتونا يا. بيشيل شيء. هم جايبينهم لنا، هنسيبهم ونمشي نقنقه في الطريق. يا ابوي الضيافه كلها وهي عندهم. خذ جعله صحه وعافيه. شويش هذه حلا يعني عرفتها كلها شويش كلها. شنو فرق ما بشويش مش بشويش يعني. تعمل مع الصرافه انت. مالكش دعوه. عامله معامله خمره. اخذ جوال مخوف. تعال تعال. وين التوفيق يجي؟ التوفيق وين يجي؟ علمني. تعال. انا اكثر واحد شفت. امسك. المعذرة ترى هو بس يعني عرفت مزح تصوير. مزح هو مزح للتصوير فقط. يا ابني نبطل بقى الحركات دي بقى يا. لا ما عنديش والله ما عندي. ما فيش انا من دي بس اللي ما عنديش. امشي قدامي. انا من يقول كلمة هذه بطلوا الحركات تعرف انه ايش؟ لا بس هذا ما شاء الله يبارك لكم يا عمري. والله يجعل ان شاء الله يعني من نصيب الشخص اللي بحاجتها.